أنتِ مش طيبة، أنتِ بتأذي نفسِك، زي ما باقول لِك، كل مرّة بتقولي فيها ماشي وأنتِ من جواكِ مكسورة، كل مرّة بتسكتي عشان ما حدش يزعل، كل مرّة بترضي حد على حساب راحتِك، أنتِ مش بتكسبي ناس، أنتِ بتخسري نفسِك، والأسوأ إن ما حدش هيحس بتضحيتِك، بس أنتِ لوحدِك اللي هتدفعي التمن نفسيًا. فيديو النهاردة مش كلام تنمية بشرية لطيف، الفيديو ده صدمة هيخليكي تعرفي ازاي وامتى تقولي لأ من غير ما تتراجعي، وازاي تحطي حدود من غير ما تحسي بالذنب، وازاي تبطلي تعيشي تحت ضغط رضا الناس. لو جاهزة تختاري نفسك لأول مرة كملي معايا للآخر. في فيديو النهاردة هفتح لكم قلبي واتكلم معاكم ازاي الواحد بعد أذى كتير لازم يعمل وقفة وتغيير. هحكي معاكم حاجات يمكن معظمنا بيتعرض لها، وبعد ما طريقة تفكيري كلها اتغيرت وانتي كمان ضروري تكملي معايا عشان تلحقي اللي باقي من قلبك وتتغيري، بدل ما ترجعي تقولي يا ريت حد قال لي الكلام ده من زمان، يا ريتني سمعت النصايح من بدري، وهكذا بقى. جاية أوريكي النهاردة تجربة عملية وأقولك ابدأي حالا، وقت ما تسمعي الفيديو أو وقت ما تحسي إن الوعي زاد جواكي، ابدأي أول ما تحسي إن خلاص قلبك اتهربد من العلاقات المؤذية، وقفيها فورا. تعالي كده أقولك النهاردة إزاي تميزي إن العلاقة دي مؤذية ولا لأ، ونعرف مع بعض إزاي نوقفها ونحط خط عريض كده للتعامل، وإزاي تقوي مناعتك النفسية، عشان دي أهم خطوة وهي الخطوة اللي هتخليكي تواجهي كل الكلام ده. هي دي القاعدة الخرسانية للي جاي. أولا يعني إيه مناعة نفسية؟ هديكي مثال كده عشان أبسطها لك وتثبت في دماغك وتبقي قادرة إنك تتحركي وتتصرفي. عارفة مناعة جسمك؟ الجسم ربنا خلقه وخلاكي تاكلي وتشربي عشان تزودي مناعته، لأنه بيقابل فيروسات وأمراض كتير، وده الأذى اللي بيقابله الجسم، فلما يقابل الفيروس أو الأمراض المناعة دي بتقاومها وتهاجمها، فتبدأ معركة تدور بينهم، ولو مناعتك قوية هي اللي هتكسب. زي كده بالظبط لما تلاقي طفل مامته قافلة عليه ومش بتخرجه وخايفة عليه من كل حاجة، بتحسي إن الطفل ده بيتعب كتير جدا عن باقي صحابه، أقل خروجة بتخليه يتعب لأن جهازه المناعي ما تعرفش على البيئة المحيطة، فلازم يتعايش مع اللي حواليه عشان يقوي مناعته. لكن لو قفلت عليه طول الوقت مش هيقدر يعيش بسلام ولا يواجه المجتمع. احنا عاوزين نعمل نفس الوضع في المناعة النفسية بتاعتنا، احنا مش مخلوقين عشان نعيش في دايرة مقفولة، ولا علشان افضل قافلة على نفسيتي وما تعرضش لمواقف وبكده اكون مفكرة اني بحميها. وطبعا ده غلط جدا، لان وارد في حياتك ومن الطبيعي ان احنا نتعرض لحاجات في حياتنا تضايقنا ونقابل شخصيات سامة او مؤذية وتكون مش مناسبة لينا، ولكن دي سنة الحياة. زي كده لما بنيجي داخل علينا الصيف، ناس كتير قوي تفضل تقول لا انا مش هقدر استحمل الصيف، انا ما بعرفش اعيش في الصيف. هل انت بتمنعيه ان هو يجي؟ بس بتبقي مضطرة انك تتعايشي معاه، وبتبدأي ان انت تهيئي حياتك وبيتك لاستقباله بأقل الأضرار، وهكذا لو الوضع مش عاجبك هي نفس الفكرة. دوري ازاي تتكيفي مع أي وضع تتحطي فيه. عارفة ايه الغلطة اللي أنا وقعت فيها؟ إني ما كانش عندي الوعي وقعدت سنين مستنية إن اللي حواليا هم اللي يتغيروا، مستنياهم يفهموني يقدروني يخافوا على مشاعري، يعاملوني على قد نيتي أو على الأقل على قد اللي بقدمه لهم، ومستنية الظالم يعترف بظلمه واللي بيكذب يعترف بكذبته. طب بالذمة ده كلام؟ هو احنا في جنة؟ وفضلت السنين تعدي ولا هم فهموا ولا قدروا ولا اتغيروا. على فكرة دي قصة معظمنا، أنا متأكدة إن كذا واحدة من اللي هتسمع الفيديو ده هتقول أنا كده، أو بمر باللي هي بتقوله. لا ده كمان مش كفاية إنهم ما فهموش وما قدروش، لا ده أذاهم كان بيزيد مع الوقت، وكل ما أنا ما باخدش رد فعل كل ما الأذى كان بيزيد. علشان كده بقولك وعن تجربة تاخدي بالك كويس جدا من الغلطة دي، واوعي تفضلي منتظرة ومستنية ان اللي حواليكي هم اللي يتغيروا. اشتغلي على نفسك انتي وافتكري جملة ان السيف اللي انتي مش بتحبيه مش هيبطل يجي ويخاف على مشاعرك. تاني غلطة، حاولي لو حاجة ضايقتك وخصوصا لو في تجمع ما تبينيش انك زعلتي وما تخليش ده يظهر على ملامحك، لانك هتلاقي ردود افعال تضايقك، وكمان هيخلوكي انت اللي مكبره الموضوع وحساسه زياده عن اللزوم وبتتقمصي بسرعه، وخصوصا بقى لو في التجمع ده شخصية نرجسية أو أنت عارفة إن هي عندها شوية صفات كده نرجسية. ليه بقى؟ لأن الشخصية دي بتكون مستنياكي تزعلي، بتكون مستنية تشوف أي ملامح زعل على وشك علشان تستمد طاقتها من زعلك ده، فحاولي تخلي زعلك جواكي، بس هنعرف بعدين
إزاي نحط حدود من غير ما نخلي حد يعرف نقطة ضعفنا. ما تحاوليش ترضيهم على حساب نفسك. انت مفكرة لما ترضيهم هم كده هيبطلوا؟ لما تفضلي تكتمي في نفسك تصرفاتهم المؤذية هيخلوكي عندك شك انك انت اللي محتاجة تتغيري، صدقيني. وتفضلي يا حرام تعدلي على كل اساليبك وطريقتك رغم ان العيب ممكن ما يكونش عندك. يا اما تفضلي تكتمي وتستحملي وبرضه مش هيبطلوا تصرفاتهم المؤذية دي. طب تعرفي إنِّك لمّا تفضلي تكتمي جواكِ وتحاولي تظهري إنِّك ما زعلتيش عشان ما تخسريهمش، ممكن تتفاجئي إنهم بيزيدوا لإنِّك أصلًا ما حطيتيش حدود. لأ، ده ممكن كمان لو جيتِ في مرّة انفجرتِ يقولوا بس إحنا عمرنا ما حسينا إنِّك بتزعلي. انسي إنِّك ترضي الناس وخديها قاعدة لحياتِك علشان ترتاحي. طب دلوقتي إحنا احترنا نزعل وناخد موقف والّا ما يظهرش على ملامحنا. لازم تعرفي الفرق بين الاتنين. أزعل وآخد موقف مش شرط إن أنا أبقى قاعدة باين عليّا إني اتنرفزت واتضايقت ومودي كله اتقلب. لأ، أنا ممكن آخد موقف من غير حتى ما أبين له إن تصرفاتك دي فارقة لي في حاجة، ولكن إلزم حدودك. بس عاوزة أقول لِك حاجة، أنا لا كنت صح وأنا باكتم ولا كنت صح وأنا باقول. طب إيه الصح بقى؟ الصح واللي ريحني إني حطيت حدود قوية لحياتي، وإن حياتي دي منطقة عسكرية، اللي يقرب منها يبقى عارف أوله فين وآخره فين ويختار كلامه وأسلوبه، لإني مش هقبل بأي تجاوز. لازم تاخدي مواقف محددة تخلي اللي قدامك يبطل يستنزفك أو يضغطك. طب إيه اللي خلاني آخد الموقف ده مع نفسي وأعيد حساباتي كلها؟ لقيت نفسي بتهلك بدخل في أدوار صحية كبيرة على سني، وكلها بسبب التوتر والضغط. لقيتهم بيستنزفوني من غير رحمة ولا حتى عندهم إحساس إنهم بيغلطوا. قلت لأ، كفاية ونويت أتغير، وما فرقش معايا كلام حد اللي يقول دي بقت قاسية أو أنانية. وهو لما كنت أنا متاحة طول الوقت لأذيتكم واستنزافكم ليا كان عليا سكر؟ ما انتوا ما قدرتوش برضو. نيجي للمهم بقى. أول حاجة قررتها طريقتي في التعبير عن الزعل. أولا إني مش هبطل أكتم جوايا، واللي هيرميلي كلمة تضايقني في ساعتها هيلاقي الرد. مشاعره مش أهم من مشاعري. تاني حاجة إني بطلت أدي لحد حجم أكبر من حجمه. يعني المعاملة بالمثل بتريح. هتديني تمرة هديك تمرة، خلاص بطلت تديني تمرة أديك نخلة كان زمان. تالت حاجة بطلت العتاب. يا جماعة احنا مش في ستة أول هنا، مش أطفال إحنا، لأ بالعكس كل واحد عارف هو بيعمل إيه كويس، وخصوصا الشخصيات المؤذية دي. رابع حاجة وده النينجا بقى بتاع التعامل، التجاهل التجاهل. وشديلي تحتها كذا خط. في ناس أكبر أسلوب تردي بيه على تصرفاتهم إنك ما تشوفيهاش، لأنه بيتغذى على طاقتك. ما تديش أي رد فعل على التصرفات المؤذية. طبعا مش كله بيقدر على التجاهل، ولكن والله إن في شخصيات التجاهل هو أحلى حل بالنسبة لهم. خامس حاجة بطلت يبقى في موقف وليا حق واسكت واقول هبقى اتكلم بعدين. لا، الحق يجي في وقته. عارفة لو مشيتي على الخمس خطوات اللي انا عطيتهم لك دول ونفذتيهم هتبقي مبسوطة جدا، وهي دي الخطوة اللي هتخليكي تكملي. صدقيني لو اتفرجتي على مليون فيديو مش هو ده اللي هيغيرك. لما تقرري من جواكي تقولي كفاية هيبقى هو ده بداية التغيير. وخلي بالك أنا مش بقولك بوظي علاقتك باللي حواليكي، بالعكس أنا بقولك ظبطيها. إحنا الدين بتاعنا دين أخلاق ورحمة. ليه تبقى الأخلاق من ناحيتك أنت بس؟ ليه ترضي بناس عاوزين ياخدوا وما يدوش؟ لو لقيتي اللي عايش معاكي في علاقة مريحة مش كلها استنزاف لطاقتك امسكي فيه بإيدك وسنانك. العلاقات اللي بتستمر هي العلاقات اللي فيها المواقف رايحة وجاية، مش في حقي أبقى شايفاه بعين صقر والواجبات اللي عليا بتعمي فيها. صدقوني زي ما في ناس مؤذية، نفضي الغبار من على عينيكي واطلعي من دايرتهم علشان تشوفي الناس اللي تستاهل قلبك، واشتريهم علشان يوم ما تحتاجي حد يطبطب عليكي بجد يبقى هم دول الأساس. قلتلك قبل كده ما تتنازليش عن حقوقك وتقولي يلا علشان المركب تمشي. صدقيني ما بتمشيش وبتغرق بيكي انتي في الاخر. ولادك اولى بيكي، وبيتك وجوزك هم اللي باقيينلك، وهم دول اللي ربنا هيسألك عليهم. اول حاجة اهم حاجة تحافظي على كرامتك. مفيش علاقة فيها اهانة بتكون ترضي ربنا، لان ربنا خلقنا متكرمين. ليه ترضي على نفسك وضع غلط؟ اللي بيحبك وتهميه هيخاف على مشاعرك وهيحترمك ويقدرك ويرضيكي كمان. وخليها قاعدة في حياتك، ما تستنيش ان كل الناس تجمع على انك كويسة او طيبة او خيرة. هقولك حاجة حلوة قوي وهتريحك وتخليكي كده من جواكي راضية عن نفسك.
وتطمنِك إن مش شرط حتى لو حواليكِ العدد كبير من الشخصيات المؤذية، يبقى أنتِ اللي وِحشة. سيدنا موسى عليه السلام راح قال لربنا: يا رب أسألك أن لا يذكرني أحد إلا بالخير، يعني عاوز كل الناس تذكرني بالخير. ربنا قال له إيه بقى؟ قال له: يا موسى ذلك شيء لم أجعله لنفسي أفأجعله لك؟ يعني ربنا الناس اختلفت عليه، هيتفقوا عليكي أنت؟ اوعي تنتظري انك تتحبي من الكل. لو لقيتي حد مش بيحبك ما تحاوليش تغيري ده، لان قلبه هيبقى كده مهما قدمتيله حاجات حلوة مش هتشيلي السواد اللي جواه. زي كده لو جبتي أفعى وفضلتي كل يوم تأكليها عسل، هل هي هتتغير بدل ما تبخ سم تبخ عسل؟ ولا أي حاجة هتتغير. فصدقيني ما تضيعيش طاقتك مع الشخصيات المؤذية، لأنهم مش هيتغيروا مهما قدمت لهم. عارفة إن وجود شخصيات وكمان لو قريبين منك أو من دمك ويكونوا مؤذيين، ده بيكون ابتلاء عظيم من ربنا، بس عاوزاكي تتعاملي مع الابتلاء ده على إن وراه حكمة. لو بصيتي عليه من بعيد هتلاقي إن ممكن يكون ربنا بعد عنك الناس دي علشان يحميكي من أذاهم. فدايما أي موقف أو ابتلاء دوري على الحكمة اللي وراه. طب حتى لو ما فهمتهاش، ارمي حمولك على الله وخليكي واثقة إن رب الخير ما بيجيبش إلا الخير. وده كان فيديو النهاردة، عاوزة رأيكم في الكومنتات، ولو حد عنده موقف عايز يحكيه عشان نتعرف على بعض أكتر. وقلبي كده بيقولي إنك مش مفعلة زر الجرس، فروحي كده بصي على اشتراكك ولايكاتك عشان نفضل دايما سوا. ربنا يجعلنا صحبة صالحة لبعض ويجعل قناتنا شاهدة لينا مش علينا، اللهم آمين. أشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير أقوى وأقوى بإذن الله، وسلام.